صباح أو مساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. اتكلمت قبل كده كتير عن حالات الاختفاء الغامض حول العالم، وفكرتها كلها إن الأشخاص بتختفي بدون أي أثر، وبيتم البحث عنهم لكن من غير فايدة. عايز أقولك باختصار إن الحالة بتاعت النهاردة هي أغرب حالة اختفاء هتسمع عنها في حياتك، مش بس في اليوتيوب. وده ببساطة لأن الشخص اللي اختفى كان اختفى قدام عينين مجموعة من الناس. في 23 سبتمبر سنة 1880 كان في مزارع اسمه ديفيد لانج شغال في مزرعته عادي جدا، واللي بتبعد عن بيته بحوالي 30 متر. المهم زوجته وأولاده قاعدين قدام البيت كالعادة بيتفرجوا عليه، وكان جنبهم الخادمة الإفريقية. وفي اللحظات دي جات لهم ضيوف، وهم الحاكم بتاع الولاية وده صديق شخصي للمزارع ديفيد، وكان معاه واحد تاني جاي يشتري المزرعة. لما الحاكم سأل الزوجة عن ديفيد قالت له هو هناك اهو بيشتغل قدامك. الحاكم بص عليه وناداله بصوت عالي علشان يسلم عليه ويجي لهم. ديفيد أول ما التفت ليه كان ابتسم وشاور له بإيده، وساب شغله في المزرعة وبدأ يتحرك ناحيتهم. وهنا هتحصل الكارثة أو الصدمة. أثناء ما ديفيد ماشي والكل عمال ينظر له، فجأة كده ومن غير أي مقدمات اختفى قدام عينيهم كلهم. الغريب إن المزرعة واسعة ومفيهاش أي أشجار، علشان يعني ما نقولش إنه استخبى أو بيعمل مقلب. وهنا الجميع كان في حالة ذهول شديدة من اللي حصل. في البداية زوجته اتخضت عليه وطلعت تجري ناحيته، ظنا منها يعني ان هو وقع في حفرة. وحتى كمان العيال والضيوف والكل جري علشان يطمن عليه ويخرجوه من الحفرة اللي وقع فيها. لكن لما وصلوا عند النقطة او المكان اللي هو اختفى عنده، للأسف لقيوا الأرض متساوية تماما وما فيهاش أي فتحات. وهنا الكل أدرك إن ديفيد اختفى بصورة غامضة ومرعبة، ما كانش ليه أي أثر نهائي في المزرعة. بصراحة أحداث غريبة محدش سمع عنها قبل كده أو حتى شافها في حياته. أبنائه بدأوا يعيطوا عليه ومش فاهمين والدهم راح فين، وهل هيرجع تاني ولا لأ. أما صديقه حاكم الولاية فكان رسم دايرة حوالين النقطة اللي اختفى فيها ديفيد بالظبط، علشان يعني الشرطة لما تيجي تعمل معاينة. لكن خلينا واقعيين مع بعض شوية، ازاي الشرطة هتوصل لواحد اختفى من على وش الوجود نهائي بالصورة المرعبة والغامضة اللي لسه قايلك عليها دي؟ وطبعا انتوا عارفين ان التحقيق ما جابش اي نتيجة، اخرهم هيسألوا الشهود ويقفلوا القضية على كده. لكن علشان ابقى حكيت لك القصة بالظبط، هم وزعوا صورته على المدن المجاورة، وكل السكان في جميع المناطق بحثوا عنه في كل الغابات، وكلها كانت محاولات فاشلة مش أكتر من كده. هما كام تفسير بس اللي اتقالوا عن اللي حصل مع ديفيد. بس عايز أقولك الأول بنته الكبيرة سارة كانت عملت إيه. سارة هي أكتر واحدة كانت متأثرة بالموضوع ده. كل يوم بالليل تروح عند الدايرة اللي رسمها الحاكم في المزرعة وتفضل تنادي على أبوها أملا منها إنه يرجع. وفضلت على الحال ده فترة لحد أما جه يوم وهي وبتنادي عليه اتفاجئت إنه بيرد عليها من تحت الأرض. الموضوع بصراحة مرعب، لكن سارة ما كانتش خايفة وحاولت تتواصل مع الصوت ده وتجمع أي معلومات منه، لكن اتقطع بشكل نهائي فيما بعد. بالنسبة للتفسيرات اللي اتقالت في قضية ديفيد إن الشياطين والجن هم اللي قاموا بخطفه، ناس تانية قالت إن في بوابة لجهنم اتفتحت وديفيد وقع فيها بعد ما حصل ثقب أو حفرة جيولوجية في الأرض، وده بيسموه السقوط في البعد الفيزيائي المختلف. متهيألي كده إن في نظرية مشهورة لأينشتاين اسمها السقوط في البعد الرابع، تقريبا بتحكي عن أحداث مشابهة لقصة ديفيد. القصة كده انتهت. وبالمناسبة هي يعني مش القصة الوحيدة اللي بتحكي عن اختفاء الأشخاص قدام الناس بشكل مباشر. لو عجبتك القصة ادعمني بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. لو وصلت لحد هنا قول لي رأيك في التعليقات وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. سلام.